السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكعك على البارد بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هاخد معاكي إن شاء الله ساعة. أنا عملته في ساعة، صدقوني. كيلو الكحك عمل معايا 2 كيلو كحك. زي ما انتوا شايفين أنا بوريكم الكحكاية ناعمة ودايبة معايا ازاي، ما شاء الله. هنبتدي مع بعض الوصفة. أنا عندي كيلو دقيق، طبعا من مكان موثوق فيه يا جماعة. نجيب الدقيق بتاعنا يكون دقيق للكحك كمان. تمام. انا بجيب من المكان ده كل سنة، عمره ما خلف معايا. وعندي معلقة تحويج الكحك، وعندي رشة الملح، وكيس البيكنج باودر. طبعا بحط كيس بيكنج باودر، عايزة تقللي قللي براحتك. انا ما بحطش خميرة، بشوف ان ملهاش لازمة. وعندي نص كوباية سكر بودر على الكيلو. بعد ما بقلبهم مع بعض كده تمام. عندي السمنة بقى، عندي مقدار السمنة حوالي نص كيلو سمنة على مع نص كوباية. يعني نص الكيلو ده لوحده، وزودت نص كوباية، ده اللي بيخليه ناعم معايا وهش، وبيبقى في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين، انا الطبق اللي كان فيه السمنة بحاول ان انا الم السمنة كلها. لو انت حسبت الحبة اللي انا سايباهم في الطبق دول ممكن يعملوا لهم حوالي 25 جرام، 30 جرام، بيفرقوا معايا في الكحك. لازم كل نقطة سمنة تنزليها معاكي، بتفرق معاكي جدا جدا. تمام. وابتدي ان انا بس معايا الكحك لمدة 10 ل15 دقيقة لحد ما تحسي ان هي عجينة. انا ببس الكحك بتاعي كويس جدا. الدقيق مع السمنه لازم تبسيه كويس جدا. طبعا انا كنت ببس ونسيت احط ريحه الموز، فخليت ابني يحط لي ريحه الموز عشان خاطر ايه. طبعا ما ينفعش ان انا اشيل ايدي من العجين والسمنه واحط. تمام. بنبتدي ان احنا نبس كويس جدا جدا. طبعا لو عندك عجان هيوفر معاكي كتير وقت ومجهود. انا ما كانش عندي، فببس بايدي كويس جدا جدا. طبعا انت لو عايزه تعمليه على السخن، هقول لك طريقه والدتي بتعملها. بتجيب الزبده البلدي بتسيحها، وبعد ما تسيحها تشتغل على طول، ما بتقدحش سمنه. يعني إيه؟ بعد ما بتسيحها طبعا بتبقى السمنه مولعه نار بقالها كتير بتسيح، تقوم حطاها بقى على العجينه بتاعتها، وما بتقدحش ولا عمرها حرقت على صدرنا ولا حصل حاجه. تمام. بعد كده بقوم حاطه العجينه بتاعتي. خلينا العجينه بتاعتي. بعد كده بحط عندي زبدية ونص على الكيلو دقيق، ما تكتريش. ما عندكيش زبادي حط بديلها لبن، يعني حوالي نص كوباية لبن. ما عندكيش لبن حط مية، مش هيقولك حاجة، بيطلع تحفة برضو يا جماعة. تمام. ببتدي ان انا اعجن الكحك بتاعي كويس جدا جدا. بس ما تزوديش في العجن. يعني انا عايزه السوائل اللي احنا هنعمله بيها بس تختفي. مجرد اما تختفي بتسيبي العجينه بتاعتك ترتاح شويه قبل ما تجهزي الصاجات، يعني حوالي 5 دقايق مش كتير، لان انا مش حاطه خميره، حاطه بيكنج باودر. تمام. انا بقى الملبن بجيبه وبقطعه. طبعا الاختبار الكحك بوريهولك اهو. مجرد اما تكوريها وتفرديها ما بتشققش معاكي، بتبقى تحفه. اهم حاجه تخدميها، الخدمه هي اللي بتطلع لك حاجه ممتازه. انا الملبن قطعته وعينته معايا في التلاجة لهدفين. اول حاجه مش هيلزق في ايدك وانت شغاله، هيبقى ماسك نفسه كده. وتاني حاجة كمان، ان هو عقبال ما يخش الفرن، يعني انت بتشتغل عقبال ما يخش الفرن هيكون جامد، مش هيسيح على طول ويطلع من الكحكاية وتضطر تعجنيه بسمنة، وانا ما بحبش كده. هيطلع معاكي ممتاز ممتاز، وهيبقى دايب وجميل. اهم حاجة تقولي له انا عايزة ملبن الحشو. تمام. انا بحب الكحكايه تبقى حوالي 12 جرام، يعني ليمونايه صغيره. دي بتاخد معايا 7 دقايق يا جماعه. في ناس قاعدوا يقولوا ازاي بتاخد معاكي 7 دقايق، ده المفروض بتاخد اكتر من كده. انا بعملها صغيره على قد البق بالظبط. كل ما صغر حجمها كل ما قعدت وقت اقل في الفرن. فكل واحد وعلى حسب، عايزه تعملها اكبر هتاخد معاكي وقت اكبر. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.